أنا كمزارع يا دكتور يمكن ما أعرف شنو يعني منشاة وشنو يعني مواطة. دايرين تفصل لنا في المصطلحين دي. طبعا النشوء والمواطاة اللي هي رحلة للعرب البدو بمسارات أو مراحيل. الأمطار لما تيجي تهطل في الحزام الجنوبي مثلا، الامتداد بتاع الحزام ده من النيل الأزرق إلى جنوب دارفور، فبتهطل الأمطار بغزارة وطبيعة الأرض اللي هي شنو وحل طين. فالسعية بكون ما بتقدر تقعد في الحتة دي، بتناكر الحتة دي ليه؟ لأنه الطين وكده والحشرات بتكثر. فلذلك البدو بمكوناتهم المختلفة، يعني حتى البقارة ديل الآن الناس ما يفتكروها منه العرب فقط. البقارة ديل الناس كل من يربي البقر ويترحل بهذه الأبقار في حركة الضعينة دي بيكونوا مثلا فيهم الفلاتة، فيهم أهلنا النوبة ذاتهم فيهم بقارة. فأهل البقر ما بيمشوا مسافات بعيدة، مثلا بيطلعوا الأرض تحت الجوز لأنه ما بيكون فيها حشرات، وبيقعدوا فيها لفترات مثلا لحد ما ينتهي الأمطار. عندما تنتهي الأمطار بعودوا مرة ثانية. أما أهل الإبل بيتحركوا من المناطق دي وبمشوا شمالا لحد يمشوا يدخلوا مرات الحدود الليبية، بيمشوا مناطق الواحات، بيمشوا مناطق الحدود، مثلا يمشوا سيال طوطاح، يمشوا راهب، يمشوا العوينات، يمشوا وادي الدوم، بيدخلوا لحد الحدود.